السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ليمون مخلل. ليمون مخلل طبعا كلنا عارفينه بنعمله. تمام، نظبط الكاميرا كده. عبارة عن المكونات بتاعتها كلنا عارفينها. تمام. ده عبارة عن معانا كيس من الملح، تمام، كيس من الملح. معانا 2 كيلو من الليمون، ومعانا فلفل، ده اللي احنا كنا فرمينه قبل كده، عاملينه منه اللي هو الصلصة بتاعتنا، وعاملين طبعا. وده ربع كيلو من الفلفل الحراق، ملح، تمام، وحبة بركة وأصفر. تمام. هنبتدي بتاعنا ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا ادي الليمون، أول حاجة هنحط طبعا العصفر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. دي كمية العصفر بتاعتنا، وهنحط عليها كمية حبة البركة كده اهو، تمام، ونحط عليها طبعا الملح. ادي الملح، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كيس من الملح الصغير اللي احنا عارفين كلنا ده بنعمله. تمام، ونقلبه ببعض كويس جدا. طبعا كله ده بقى ان احنا ما غاسلين الليمون كويس جدا. تمام. بعد كده بنقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبه كده اهو. عايزة شوية ملح تاني، نحط شوية ملح تاني كده. ممكن نحط شوية من ملح تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة دي بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة هنمسك طبعا شوية الشطة بتاعتنا دي اهدي كده. نمسك الشطة دي ناخد منها شوية كده ونحطها في البطرمان ده كده قاعدة كده. وهنمسك شوية برضو من الخلطة بتاعتنا دي، وبرضو نفس الحكاية نكبها في قاعدة البطرمان كده. بس لا، كمان هنحط الفلفل بتاعنا ده، بس نديله كل كده، واحطه في البطرمان. تمام، بالطريقة دي. حط 2 3 بس ليه ده الفلفل؟ عشان تحسي بيديله طعم حرقان حلو لليمون. تمام.
بس كده حطينا ده الفلفل. وبعد كده هنشوف ايه هنعمل الخلطة بتاعتنا احنا ازاي. ستاند بايظ وايه بيقع كل شوية. فزي ما قلت لكم ادينا حطينا دول، وكده هنمسك الليمون ونشوف نعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نجيب الليمونه كده، الليمونه دي كبيره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقطعها كده. دي انا مش سلقه الليمون خالص كده، مش سلقاه، عاملاه ني خالص كده، بس بديله عصره الاول كده جوه البطرمان، عصره خفيفه. وبعد كده بحشيه، وبعد كده بحشيه كده بالشكل ده واسويه كده. تمام تمام. برضو نفس الحكاية، الليمون مش سلقاه خالص، ده يقعد معاكي فترة، لا تخافي منه يطرى ولا ريحته تتغير ولا أي حاجة خالص. تمام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لازم العصرة دي، لازم العصرة دي تديله العصرة دي لازم. عايزة تحطي فلفل على ده شوية تاني ممكن، لأن ده نفسه بيديله طعم حلو جدا الفلفل بتاعنا. عايزة اوريكم ايه ده الصف الاول بس، وبعد كده اعمله واوريكم تاني. وبعد كده نخلص الطبقة بتاعته، وبعدين ايه نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلصنا الطبقة الاولى. هنعمل ايه؟ همسك شوية من دول، بسم الله الرحمن الرحيم، كده هنا الطريقة دي، وهاخد شوية من الفلفل بتاعنا ده برضو كده، ده نفسه بيديله طعم خطير. بس كده لا، همسك برضو كام فلفلاية، نفس الحكاية هعملها ايه زي راق كده. كل حاجة بالطريقة دي هعملها كده، وبعد كده اخلص دول وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده خلصناهم بالطريقة دي اهو. تمام. دي كده دي. وده شوية من الليمون تاني عصرناه في الكبة بتاعتنا، اللي هنعمل ايه بيه، اللي هندلقه كله على الليمون. بس نكب الاول دول، بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا اللي فايض بعد ما احنا حطينا كل الليمون حشيناه بالطريقة دي، كبيناه كله كده المكونات بتاعتنا اللي احنا عارفينها. تمام. احط شوية كده الفلفل كده، الفلفل ده حلو جدا جدا في المخللات. تمام تمام. ادي كله ده عايزاه كده بقشره، الليمون عاملاه بقشره، بايه بقشره، وهز فيه كده عشان ينزل من تحت بقشره، عشان برضو ينزل من تحت، ده نفسه بيبقى مخلل برضو. تمام تمام. شايفة؟ وانزل كده، احط الباقي برضو، ده كله ليمون برضو بيتخلل وبيتاكل. نحط عليه شوية، بس الأول قبل ما نحط الفلفل نجيب شوية مية تاني كده عليه بالملح. نشوف شكله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نحط عليه شوية فلفل حلو بتاعنا ده،
اهو، شايفة ده كله كده اهو. ده الفلفل اللي بعد ما صفيناه وخدنا منه ايه الصوص بتاعنا، وكب عليه تاني شوية من المية. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفة. لو حطيتي شوية ملح حطي، لو مش لازم عشان الليمون عندنا فيه ملح، فأنا ما بحبهوش مالح قوي يعني. تمام. بعد ما حطيناه كده بحط قرن فلفل من فوق أو اتنين، ده بيديله طعم حلو جدا برضو معانا. تمام. جربيه كده جدا. كده الفلفلة كمان نحطها هنا، ننزله من تحت كده. ده نفس الحكاية، مش ده اللي بتشوفوه في المحلات برا، طريقته سهلة وبسيطة وكلنا بنعملها. تمام. تمام. نزل كده شوية، اعمل كده، حط واحد كمان. الحرقان ده بيدي طعم وبيحافظ في نفس الوقت على ايه، على الليمون. بعد ما خلصنا كده نكب شوية صغيرة من الزيت عشان ايه يحافظ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية كده صغير بس زيت نظيف يعني اهو، شايفة، تحافظي عليه. كده احنا خلصنا الليمون. انا ما بحبش احطش اكياس، عايزة تحط نقلبه سنة كده بس وبعدين نعدله تاني اهو، بس عشان ايه لازم نديله الهزة دي عشان شايفة اهو كده، عشان ايه كله خلط على كله. ادي شوفي شكله، شايفة المية نزلت شوية ازاي اهو. بتوسعي كده عشان كله يشرب، كله يشرب من نفس الخلطة بتاعتنا، وده الشكل النهائي بتاعنا. تمام. تمام. صليتوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يبقى ايه نقول ايه، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس، ويا ريت تكتروا اللايكات بتاعتكم والمشاهدة بتاعتكم، ونقول ايه بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.